مفيش حد بقى في الستيت بيكسب مره عايز كده تاني طبعا. تالت رابع حتى نزول البنك كسبش. فهو بالنسبه لي لسه العقار لا يعني اللعبه صعبه شويه، هو لسه ما كسبش. فاتوقع 2024 هكمل دي برضه مع الموضوع بتاع الانفستمنت. يعني لو انت عملت انفستمنت السنه دي كويس قوي ممكن بعت ممكن لسه ما بعتش، بس انت عملت انفستمنت. يعني مثلا اول السنه كنا بنقول في يعني من الديفلوبرز كان عامل لونش مثلا بفيلا كانت من 13.5 مليون، ده كان ستارتنج البرايس، واخر السنه نفس الفيلا هي عامله دلوقتي بنتكلم في 25 مليون. فهو لو كسب مثلا 5 ل10 مليون في المشروع ده او في الانفستمنت ده لمده 12 شهر، ما عملهاش في الذهب، ما عملهاش في البنك، عملهاش في الدولار برضه، عملش السنة الجاية. فاهمني. بس اسمه معاه الفلوس دي معاه على ورق، هي معاه على ورق، انت اللي بتكسب، انت كشركه بروكر انت بتكسب والديفلوبر اللي بيكسب، هي معاه على ورق. بس الورق ده ممكن يكونفرت ليه تاني السنه الجايه برضه يقعد يكسب على ورق.